طبعا بعد ما سمعنا مشكلة إمام عاشور مع الغرامة وكابتن محمد رمضان وكابتن محمد الشناوي ومدير الفني كولر، طلعت طبعا البلاعات انفجرت من الكلام. أول بلاعة بتقول إمام عاشور يبحث عن عرض للرحيل في يناير. إمام عاشور تواصل مع وكيله أحمد يحيى وطلب منه توفير عرض للرحيل عن النادي الأهلي في يناير المقبل. إمام يرى أن علاقته مع الثلاثي كولر ومحمد رمضان والشناوي وصلت لطريق مسدود 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 يا ولدي. اللاعب لا يمانع الخروج معارا في يناير وحتى نهاية الموسم. الغريبة إن الناس استلمت المنشور ده على إن هو صحيح، وإن الكلام ده فعلا إمام عاشور بيبحث عن خروج من النادي الأهلي. وتوصلت الجماهير اللي هي المخ بتاعها كده، قالت يا عم ما يغور، احنا كده كده مش عايزينه، واللي يتكلم يقول لك ده مش مشكلة عندنا ومش عارف ايه. والتأليفات اشتغلت وناس اتكلمت عن عقوبة محشور ان هي العقوبة الوحيدة، وان اللاعب ده هيدخل في كلمات، واحنا قلنا لكم يا جدعان وانا الراجل ده مش متربي، والراجل ده هيعمل لكم مشاكل وانتم ما صدقتوناش. الغريبة ان اصلا امام عاشور من نادي الزمالك مش ما هو محدش مشاه، ده هو كان عايز يرجع وما كان محدش يعرف يرجعه. ما علينا، نخش على الكابتن اللي هو المتحدث الرسمي لأعظم نادي في مصر، وطبعا كلنا عارفينه أكبر نادي في مصر وأكبر قلعة رياضية. المتحدث الرسمي وقف، عمل كده تمام، ظبط وعمل وجهز المنصة، وقال لك: أقول لعدلي القيعي، ايه اخبار التربية ما جابتش نتيجة ليه؟ امام عاشور لم يكن يجرأ ان يرفع صوته في اي كباتن للزمالك، ولكن فعل ذلك في الاهلي ومع احد قادة منتخب مصر. صح كده؟ تمام. انا انبهرت بالكلام ده والله. بعد كده بعديها صرح تاني وقال، عشان انا اوريكم التفكير والرد نفسه: هل صدقتوا نفسكم انكم هتهربوه عندكم والكلام الساجز ده؟ احنا مالنا، ان شاء الله تحطوه في حضانة الاطفال، اعملوا الكلام ده بعيد عن التلقيح على الزمالك. اولا هو لحد لقح على الزمالك، وعقوبة امام عاشور جت كده من نفسها، والراجل غلط واحنا ما عندناش في خيار وفجوس. لما واحد صاحبنا شتم المدرب نفسه قال له: يا راجل انت زهقتني، يا راجل انت زهقتني يا شيخ. طبعا ما تعاقبش، والمدير الفني هو اللي مشي. ده يثبت ان فعلا امام عاشور ما يقدرش يرفع صوته على كباتن من كباتن الزمالك الكبار، وما ينفعش حد طبعا، يعني كلمة هو واحد تاني تف على الجمهور نادي الزمالك، واللي رفع الحذاء طبعا. والناس دي خدت الكلام ده بطبيعة الحال ان ده لعبنا واحنا محتاجين له. احنا مش مشكلة عندنا يشتمنا، مش مشكلة، بس اهم حاجة يا حبيب قلبي ان الناس دي مصدقة نفسها وسايبة مشاكل دنيتها كلها ورايحة في المشاكل. الحق يالا، امام عاشور غلط، امام عاشور شتم محمد الشناوي، امام عاشور عاقبوه في النادي الاهلي. طب ما في ايه يا جدع انت؟ لا، ما احنا اللي بيغلط بنبهدله، احنا اللي بيغلط عندنا احنا بنبهدله. محدش يغلط، ومحدش كبر على النادي ايا كان، ايا كان مركزه يا جدع انت، وايا كان مين. حسام عاشور ليه 25 سنة، 25 سنة في الاهلي، ولما باي باي عشان تبعت دماغك ما ينفعش، ما ينفع. لا، واحنا نطلع انتوا المبادئ والاخلاق والكلام ده. تعال نضحك شوية. امام عاشور شتم محمد الشناوي، ايوه احنا ما هي معروف اصلا الواد ده احنا مشيناه من عندنا، وهو لازم ما يمشيش، لازم ما يتعدلش. هو كده وطبعه كده. واحد قدوته كهربا، ما احنا طردنا كهربا وبهدلناه عشان هو شتمنا وتف علينا. الوحش ده، ده وحش، ده لازم نمشيه من عندنا
عشان هو ما يستاهلش يبقى في نادي اكبر قلعة رياضية في مصر. المعفن اللي خاين العيش والملح. امام عاشور كانوا جايبين صورة الكابتن الاسطورة بتاعتهم بيديه بإزازة المية عشان اعترض ان هو يطلع في المباراة. مش هو ده اللي اتقال؟ ربنا يشفيكوا يا رب، ربنا يشفيكوا ويخليكوا لينا. يعني ابتسامة، احنا بنبتسم لما نسمع الكلام ده والله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله.